تعرف ان انا اخترعت اللمبة بعد ما عديت باصعب لحظة في حياتي؟ انا توماس اديسون، ومن صغري وانا شخص فضولي وبحب اسأل في كل حاجة، والموضوع دوت كان مخلي المدرسين على طول شايفيني غبي وبيعاملوني بطريقة وحشة، وكمان ما بيردوش على اسئلتي. فاهمين يا أولاد؟ مستو. نعم يا أديسون، ويا ريت تسأل سؤال عدل. هو ليه ما بننامش واحنا واقفين؟ طب هو ليه الحمام بيطير؟ اقعد ساكت يا متخلف انت وبطل أسئلتك الغبية ديت. أنا غلطان من الأول أصلا اللي خليتك تتكلم. لدرجة ان في يوم مدرس بعت رسالة لامي مكتوب فيها ابني غبي وغير مؤهل للدراسة. ماما، هو مكتوب ايه في الرسالة اللي المدرسة بعتتها ليكي؟ الأستاذ يقول كشخص عبقري، والأفضل إن يتم نقلك لمدرسة أفضل. امي من النوع اللي كانت مؤمنه بيا، وكانت شايفه فيا حاجه الناس مش شايفينها، فعادتني من المدرسه وكانت بتدرس لي هي، وكانت بتخليني اقرا كتب كتير. كمان امي عملت لي معمل في البيت عشان اجرب فيه واخترع براحتي، بس انا طبعا على طول كنت بولع في المعمل دوت. ولما كبرت شويه رحت ابيع صحف في القطارات عشان اساعد ابويا وامي في الفلوس، وبعد فتره سبت بيع الصحف ورحت اشتغلت عامل تلجراف، وفي المهنه ديت اتعلمت كل حاجه عن آلة التلجراف. وخليني اقول لك في الوقت دوت التلجراف كان بطيء قوي. الموضوع دوت خلاني اعمل اول اختراع ليا، وهو تلجراف سهل الاستخدام وسريع، وبعت الاختراع ده وقتها ب40,000 دولار. المهم خدت الفلوس ورحت فتحت مختبر للاختراعات وشغلت فيه مهندسين وفنيين، ده اقول لهم على فكرة اختراع وازاي يطبقوها وهم اللي بينفذوا. وقتها عملت اختراعات كتير وكنت ببيعها، والفلوس بقت معايا كتير قوي ما كنتش احلم بيها، بس كان ناقصني الشهرة واقفل اللعبة. الوقت دوت عملت اهم اختراع في حياتي، وهو الفونوغراف، وده جهاز لتسجيل الصوت. First was I spoke in the original phonograph, a little piece of practical poetry. اختراع للفونوغراف خلاني اتشهرت بطريقه ما كنتش اتصورها، كل الصحف بقت بتكتب عني، كل يوم كان نجاحي بيزيد اكتر واكتر، لدرجه ان انا كمان فتحت شركه باسمي. فجاه تيجي الضربه اللي ما كنتش متوقعها. امي تعبت وكانت مضطره تعمل عمليه ضروري، بس للاسف الدكتور ما قدرش يعمل لها العمليه لان الوقت كان بالليل والدنيا كانت ضلمه، فاضطر الدكتور يستنى لحد الصبح عشان يعمل لها العمليه. بس طول فتره الليل كنت شايف امي وهي بتتوجع وبتتألم، وانا ما كنتش عارف اعمل حاجه خالص، وكنت مستني النهار يطلع بفارغ الصبر. بس اول ما طلع النهار كانت ماتت. بعد موت امي اكتئبت لفتره طويله، وانا كنت بقلب في حاجات امي لقيت الرساله اللي المدرس كان بعتها لها وانا صغير، اللي كان مكتوب فيها ابني غبي. تعرف انا فعلا كنت طفل غبي، بس امي صنعت مني طفل عبقري. بعد ما قريت الرساله خدت اهم خطوه في حياتي. من اجلك يا امي سوف اجعل الليل مضيء مثل النهار. ورحت اشتغلت على المصباح الكهربي، وكل مره كنت بفشل فيها كنت بقوم تاني وبكمل. فشلت مره واثنين وعشرة وخمسين لغايه ما وصلت ل99 مره. فضلت افشل كتير، بس جيت عند المره ال100 ونجحت. نجحت ان انا اخترع المصباح الكهربي. كل دوت بفضل امي اللي كانت مؤمنه بيا واهتمت بيا وانا صغير، فجعلت العالم كله مضيء من اجلك يا امي.